يقول: توفى البارحة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله وغفر الله له وتجاوز الله عز وجل عنه، وقد بلغنا الخبر كما بلغ غيرنا، وآلمنا ذلك كما آلم غيرنا، وهذا شيء كتبه الله عز وجل على العباد. كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وموت العلماء مصيبة من المصائب العظيمة، وكما ثبت عن الحسن البصري أنه قال رحمة الله عليه: كانوا يقولون موت العالم ثلمة في الإسلام لا تسد مع اختلاف الليل والنهار. ثلمة في الإسلام لا تسد مع اختلاف الليل والنهار. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: لا تسد إلا أن يخلف بغيره، أو كما قال رحمة الله عليه. وقال رحمه الله: موت العالم فساد في نظام العالم. موت العالم فساد في نظام العالم. وقبل ذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا مات العلماء اتجه الناس إلى الجهال، فحصل الشر العظيم في أوساطهم، فضلوا وأضلوا. فالعلماء من أسباب بقاء الهداية والخير في أوساط الناس. والعلماء كما قال السلف كالنجوم، وإذا مات عالم فكأنما انطمس نجم من النجوم. والعلامة الشيخ ربيع رحمة الله عليه معروف بعلمه وبنصحه وبأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وبجهاده الجهاد العظيم في بيان السنة والتحذير من أهل البدع والأهواء. وله الجهاد الواسع في هذا الباب كما هو معلوم، والمصنفات الكثيرة النافعة المفيدة فيها الخير الكثير. فرحمه الله وأجزل له الثواب وغفر الله له. وهذا كما قلنا مصير جميع الخلق، فإنا لله وإنا إليه راجعون.